مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم نقدم لكم مجموعة مميزة من ألبسة الأطفال بتصاميم عصرية تناسب جميع الأذواق وموديلات متنوعة تجمع بين الراحة والأناقة. ركزنا بشكل خاص على الألوان الجذابة والمبهجة، وخاصة اللون البرتقالي الحيوي الذي يضفي لمسة من المرح والطاقة على إطلالة طفلك. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. خذ قاعدة من اليوم ولآخر لحظة من عمرك، كل يوم الصبح وقبل انطلاقك لسعيك، لعملك، لدراستك، لجامعتك، صل ركعتين الضحى وادعو قائلا: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا اللهم فيه، اللهم وإن كان معدوما فكونه، اللهم آتني من خير ما تؤتي به عبادك الصالحين. ووالله ما جرب أحد هذا الدعاء وداوم عليه إلا رأى استجابة الله حقا في يومه خلال سعيه. لذلك داوم على هذا الدعاء لآخر لحظة من عمرك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأبشر برزق الله العاجل. لا تبحث عن كسب ود الناس بإهانة نفسك. كتير ناس بيعرضوا حالهم بطريقة مهينة مشان يكسبوا ود الناس، فلا يكسبون ود الناس ولكن يكسبون ضياع حقوقهم. ما تفكر انك لازم تعرض حالك بطريقة مهينة اذا بدك تكسب ود حدا. احيانا وضع حدود ما يتجاوزوها الناس معك هو احسن طريقة للحفاظ على العلاقة. الشمس لو اقتربت من الارض مقدار قليل لحرقت الارض، ولو بعدت نفس المسافة لجمدت الارض، ولكن لما بتبقى على نفس المسافة غذي الارض بالحرارة ولا تحرقها ولا تجمدها. وكذلك الامر في علاقتك مع الناس. ذلك يقول أحد الصحابة: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن شدوها رخيتها، وإن أرخوها شددتها. وكذلك العلاقات. رح تعدي، والله رح تعدي. بتعرف ليش رح تعدي؟ رح تعدي لأنك كتمت بقلبك وما شكيت للناس، لأنك بحثت عن الحل وما بحثت عن الشفقة بعيون الناس. رح تعدي لأنك توكلت على الله حق التوكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك مبشرا: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تذهب خماصا وتجيء بطانا. تعرف ليش رح تعدي؟ لأنك أخذت بالأسباب وتعبت واجتهدت وشقيت على حالك. إذا ما أنك مصدق إنك قد أو إنك رح تعدي، فافتح على آخر آية من سورة البقرة واقرأ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رح تعدي لأنه رب العالمين وعدك إنك رح تعدي.